السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد. فيديو المرة دي مختلف زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. المرة دي بقى ان شاء الله هنعمل خلطة لتنظيف البوتاجاز، كمان لتنظيف السيراميك. اي حاجة مستعصية عندك لو انت مش عارفة تنضفيها وهيبقى عليها دهون كتير هننضفها. معانا اول حاجة اريال، كمان ده كلور بس انا حطاه في اي ازازة، يعني ده كلور كان عندي سايب وسلك. عندك اي مسحوق، مش لازم اريال، ده اريال عادي خالص. بس انا كنت شارية كيسة، الكيلو كان منها ب25 جنيه، كيس الاريال ده. انت لو عندك اي مسحوق مش مشكلة. كمان هنحتاج كلور والسلك. البوتاجاز اللي انا وريته لكم ده بصوا شايفين ازاي مليان دهون. البوتاجاز ده كان عندي والله بقاله 5 سنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني كان موجود في مكان زي ما انتوا شايفين كده بقاله 5 سنين محدش جه جنبه. فطبعا قلت انضفه وبحاجة عندي في البيت، انا مش هشتري حاجة من بره. طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى غالية، وممكن كمان تبقى خطيرة. احنا بنبقى خايفين على اولادنا من اي خلطات او اي حاجات بنشتريها. فلو انت مثلا مش عايزة تشتري حاجة من بره، هتعملي الخلطة اللي انا بقولك عليها دي. زي ما انتوا شايفين كده بصوا البوتاجاز عامل ازاي. انا استخدمت الخلطة تاني هقول لكم هي كلور. والله انا كان عندي كلور سايب كنت شارياه عادي يعني سايب، وكمان كان عندي الاريال ده والسلك. حطيت الكلور على شوية مسحوق من الاريال، وحطيت شوية مية زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا السلك بتاعي اهي. الدهون اللي هي كانت جامدة جدا، عشان بس ما تاخدش معايا وقت انا بعملها بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا دهون قد ايه. البوتاجاز ده والله كان عندي بقاله 5 سنين بالشكل ده، كنت عايناه في مكان اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. انت هتجيبي الخلطة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكلور ومسحوق الاريال والسلكة اهو زي ما انتوا شايفين كده. بتروحي محضرة طبعا الخلطة دي، وبتيجي على البوتاجاز وبتروحي بلة بيها المنطقة اللي انت عايزة تنضفيها. وممكن تسيبيها 10 دقايق ولوحدها، والله هتبص تلاقيها بالسلكة طلعت على طول في ثواني، او زي ما انا بص بوريلكوا كده بالظبط اهو. انا هنا في الفيديو ما سبتهاش خالص، يا دوبك حطيت الخلطة اللي قلتلكوا عليها وبالسلكة بتطلع على طول زي ما انتوا شايفين. بصوا الدهون عاملة ازاي اهي، زي ما انتوا شايفين كده بتطلع على طول. طبعا احنا يعني بنتصرف، الستات بتتصرف. اي يعني خلطة زي دي بسيطة وسهلة. وكمان لو انت عايزة تلبسي مثلا جوانتي في ايدك، اللي هو البلاستيك اللي هو بيبقى تخين شوية ده، عشان الكلور ما يوصلش لايدك، ممكن تلبسي عادي. انا هنا مش لابسة اي كلافز ولا اي جوانتي، بايدي كده زي ما انتوا شايفين اهو. حتى المفاتيح اهو زي ما انتوا شايفين كده. يعني الدهون دي على البوتاجاز من اكتر من 5 سنين، يعني مثلا بقالها 6 سنين او 7 سنين زي ما انتوا شايفين كده اهو. وطلعت الدهون بكل سهولة من غير ما اشتري اي منظف من بره وابقى خايفة على ولادي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انت لما بتخلصي لو في شوية خليط من اللي احنا عملناه دوت فاض منك، لو عندك سيراميك، ساعات السيراميك مثلا بيبقى تحت البوتاجاز او في الحتت دي بيبقى عامل دهون جامدة، انت هتسيبيها على السيراميك برضو 10 دقايق وبالسلكة هتطلع لوحدها بكل سهولة. هنا بوريكي ازاي البوتاجاز نضف معايا اهو. والله انا ما حطيت اي حاجه غير زي ما انا قلت لكم كده بالظبط، كلور. وكمان كان سايب اهو، يعني مش في الازايز ولا حاجه، لا انا كنت شارياه بالكيلو.
والمسحوق بتاع الاريال. وعادي لو مش معايا مثلا ان انا اشتري الكيس الاريال، هو الكيلو ب25 جنيه، عادي اي مسحوق عادي بعمله بيبقى زي الفل معايا. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو اللهم صل على النبي. البوتاجاز اللي بقاله اكتر من 7 سنين ما شاء الله تبارك الله نضيف معايا وبقى جميل اهو زي ما انتوا شايفين. على فكرة وما خدش معايا اي وقت خالص، زي ما انا بصور كده بالظبط. اهو بقى زي الفل ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده، لان انا كنت سايباه اكتر من 5 سنين والله العظيم زي ما بقول لكم كده. وطبعا لما احتجت ان انا اجيبه جبته ولقيته زي ما انتوا شايفين. طبعا انا اتخضيت من شكله، فقلت خلاص اعمل الخلطة بتاعتي اللي انا متعودة عليها. بعمل كمان بيها السيراميك بتاعي. اي منطقة فيها دهون وبتبقى دهون بقالها كتير انا بستعمل الخلطة بتاعتي كلور ومسحوق اللي هو اريال، اي مسحوق كمان، وحتة سلكة وزي الفل. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو يا ريت بقى يا حبايبي، انا عايزة الفيديو تشيروه لان هينفع ستات كتير وبنات كتير. اهو خلطتنا سهلة وبسيطة، ويا ريت الكل يشوف الفيديو. يا رب يا رب يعجبكم وتشيروه والكل يستفاد، لان خلطة بسيطة وسهلة وهتنفعك في حاجات كتير جدا. اهو انا هنا تعبت فما قدرتش اكمل العيون. في عيون نضفتها وعيون بصراحة خلاص انا تعبت فقلت بقى اسيبه مرة تانية. بس هنا انا بوريكم شكل البوتاجاز بقى عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. اهو ادي البوتاجاز اللي انتوا كنتوا شايفينه حبايبي في الاول، بخلطتنا البسيطة السهلة كلور ومسحوق، مسحوق اريال، مسحوق طايد، مسحوق اي مسحوق، وحتة سلكة، وبتبلي بوتاجازك. يعني في 5 دقايق بتبلي البوتاجاز كله كده وبترجعي عليه بالسلكة بيبقى زي الفل ما شاء الله. يا ريت بقى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم وتشيروه والكل يستفاد من الخلطة البسيطة والسهلة. هتنفعكم كمان على السيراميك، هتنفعكم في اي دهون جامدة مترسبة بقالها كتير مش عارفين نطلعها. والله ان شاء الله هتجربوها بنفسكم اهو، وهتلاقوا بجد بجد حقيقي ان الكلام ده صح، مش بكذب ولا بقول كلام في فيديو وخلاص، لا اهو. ويا رب الكل ان شاء الله يكون استفاد من الفيديو وتشيروه بقى وتفرحوني كده واشوف مشاهدات حلوة على الفيديو ده، لانه بجد هو يستحق بخلطتنا البسيطة السهلة اللي ما فيهاش اي خلطات كتيرة ولا اي حاجة. هو كلور ومسحوق وحتة سلكة وفقط لا غير، ما فيش اي حاجة غير كده. والحاجات دي موجودة عندنا في اي بيت. طبعا احنا بيتنا ما بيخلاش من الكلور ولا المسحوق، مسحوق عادي مش مسحوق اوتوماتيك ولا حاجة، والسلك وخلاص. اهو البوتاجاز بقى ما شاء الله تبارك الله زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت الفيديو يكون عجبكم وتشيروا لي الفيديو بقى. اهو برضو بوريكم تاني اهو عشان تتأكدوا برضو من نظافته بقت عاملة ازاي. ان شاء الله لما تجربوه بنفسكم هتعرفوا ان فعلا الكلام ده حقيقي مش كلام فيديوهات وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.